مرحبا بكم مشاهدي الأوفياء. وكيف ما شفتوا في بداية الفيديو اللي غادي يكون فيلم مشترك بين تركيا والمغرب، هي اللي تطورنا بزاف لدرجة أن غيجوا أبطال تركيا ونجوم تركيا غادي يشاركوا معنا في هذا العمل الرائع اللي هما أبطال مسلسل سامحيني اللي هو كمال ومراد غادي يمثلوا مع دنيا. وبالتالي غادي يكون فيلم البوز هو فيلم مغربي تركي بامتياز. هذه لقطات مع مشاهير تركيا، وايضا غادي نخلي لكم هنا صور الفنانين والفنانات اللي دازت في هاد الكواليس ديال تصوير مسلسل البوز. مسلسل البوز اللي غادي تكون البطولة المطلقة هي دنيا بوطمة، واللي غادي تاخد فيه الدور الفتاة الشعبية، الفتاة اللي كتقلب على راسها، الفتاة اللي باغا تحقق أحلامها، وذلك عن طريق الغناء، لأن حتى مهنة جربت بزاف المهن ولكن حتى مهنة ما صدقت ليها، وخاصة أنها عندها موهبة زوينة اللي هي الصوت ديالها. هكا غادي تولي تغني، دونك غادي تكون وغادي تسافر يعني لتركيا، وغادي تبقى في المغرب، وغادي غادي يكون التصوير ما بين تركيا وما بين الدار عفوا وما بين اكادير. هي حاجه وحده باقي ما عرفناش الابطال التركيين باش غادي يهضروا لينا واش من لغه، واش غادي يهضروا بالمغربيه. المهم راه كيف ما شفتوا في الكوس راه جالس كيعلم فيهم في المغربيه. السلام عليكم، راهم جالسين كيتعلموا الكلمات المغربيه واللهجه المغربيه. وتبارك الله راه تركيا هنا في المغرب راه دايره المشاريع ديالها كبيره، خصوصا المشاريع ديال زراعه الشعر والتجميل، تبييض الاسنان، هوليود سمايل، راه ولاو مراكز وسونطرالات عندنا في كازا تبارك الله غزالين واللي كيديروهم تركيين. وهذا العمل المشترك هو غير توطيد للعلاقه التركيه اللي اصلا تركيا تبارك الله بزاف المشاريع اللي كتجمعنا معاهم. المهم خوتي وخواتاتي في هذا الفيلم السينمائي اللي اكيد غادي يكون زوين بزاف، وبطبيعه الحال الكل شيء غادي تسناو وترقبوا بفارغ الصبر. فعلاش لا ما غاديش يتسناو؟ هما كاينين فيه ابطال مسلسل سامحيني مراد وكمال. فريمون بغيت نقول لكم السميات ديالهم باللغتهم ولكن راني ما عرفتش نقولها، ما نكذبش عليكم. وايضا غادي يكون في عبد الله فركوس وفاتي جمالي، مراد العشابي، الشيخه طراكس، بشرى اهاريش، ايضا ابتسام باطمه، والعديد من الفنانين المغاربه اللي غادي يشاركوا في هذا العمل السينمائي الرائع. خلوا لي التعاليق بخصوص الموضوع، وقولوا لي شكون اللي متشوق لهذا المسلسل، امتى غادي ينزل، وشكون اللي غيتفرج ليه في قاعه السينما، وشكون اللي غادي يتسناه حتى يتلاح في اليوتيوب ويتلاح لينا في التلفازه المغربيه. وايضا كيف ما هو معروف دائما اي عمل كتكون فيه الفنانه دنيا فاكيد راه غادي يكون طوندونس، فكيف لا؟ وفي عبد الله فركوس الفنان الكوميدي غادي يكون معنا، فكيف لا؟ وغادي يكون فيه مراد العشابي، فكيف لا؟ وفيه الشيخه طراكس اللي اول مره غتشارك بهذا التمثيل وغادي تدخل لعالم التمثيل. يعني اللي زوين انا بعدا كيعجبوني بعدا واحد النقطه مهمه، واش نتوما بحالي ولا لا؟ يعني من بكري وكانوا كيعجبوني الافلام المصريه القديمه اللي كيكون البطل ديالها هو اصلا في الاصل مغني. يعني ديما ملي كتكون القصه كتعلق بواحد المغني، يعني في البطل ما كيكونش هو في الاصل الفنان، كيكون هو في الاصل مغني، وكي من بعد كيدوز للتمثيل. فدائما كيكونوا هاد منهم فريد الأطرش، منهم عبد الحليم حافظ. يعني كتكون افلام زوينه وكتكوني وكتعطي واحد الطابع ديال الامل، واحد الطابع ديال السعاده. المهم بحال يعني كتكون افلام رومانسيه. بطبيعه الحال اللي غادي يشارك غيكون حبيب دنيا باطمه هو عصام وشمه. لا فيديو ديالنا سالا، فنتمنى انكم تخلوا لي تعاليق بخصوص الموضوع. وما فيها باش نذكركم ببوتيك فله ذهب فرنسا. هذا البوتيك اللي كيتواجد بمدينه الدار البيضاء واللي كيتواجد بالضبط في حي البرنوسي، سوق الظلمه، زنقه التواب. هذه الزنقه معروفه في البرنوسي كيبيعوا فيها الاثواب بالجمله، واللي كيتواجد فيها المحل ديالنا خاص ببيع الجلابه والقفطان ومجوهرات فرنسيه ما كتبيضش ما كتكحلش، عمري بها شقيبه كتبقى كيف ما هي. اللي بغى شي حاجه ما عليه الا يتواصل معنا في الرقم الهاتف اللي هو 0679 82 75 83. غادي تدخلوا عندي سيغ واتساب، غادي نلوح لكم الصور الرائعه والزوينه اللي فيهم الذهب بالدق البلدي. واللي عجبته شي حاجه راه كندير لا ليفريزو ا دوميسيل. في امان الله.